السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا امارات؟ عاملين ايه النهارده بقى هنعمل اكبر بيتزاية على الاطلاق. بيتزاية صاج كامل. بصوا بقى، يعني انتوا تعملوها وتاكلوا منها والجيران ياكلوا منها وتشيلوا كمان منها للمدرسة. يعني بصوا جميلة. بصوا بقى، بصوا العجينة بتاعتها عاملة ازاي، الحشو بتاعها ده طبعا يعني كل واحد على حسب اختياراته، على حسب الحاجة اللي بيحبها. اول حاجة عندنا هنا انا عملت الخميرة. حطيت كيس خميرة عليها معلقة سكر وشوية نص كوباية مية دافية. لما خمروا حطيتهم على الدقيق. تمام. وهنحط كمان معانا، هنحط نص كوباية زيت. يستحسن يبقى زيت زيتون، ما عندكيش زيت زيتون يبقى اي زيت كويس بتستعمليه. ونص كوباية مية تاني. وكمان هحط بيضة. واحط طبعا رشة ملح صغيرة خالص. نعجنها بقى كويس جدا 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 في العجان. هي يستحسن تبقى ملزقة كده، حاجة بسيط. يعني انتوا لو لقيتوها لمت كده وهي لسه العجينة ماسكة كده شوية، هنزود كمان شوية مية بشوية مية صغيرين، مش هنزود مرة واحدة، لان طبعا العجين او العجينة بتختلف باختلاف النوع الدقيق. كل واحد فينا بيجيب نوع دقيق مختلف. ففي دقيق بيشرب مية اكتر من التاني، فعلى حسب. فعشان كده بقول هنزود شوية مية صغيرين بشوية مية صغيرين، مش هنزود مرة واحدة. اهم حاجة ان احنا نعجنها كويس جدا، سواء احنا بنعجنها بايدينا سواء بنعجنها بالعجان. لازم نعجنها لوقت شوية كده. يعني لو بإيدينا كده ما يقلش مثلا عن 10 دقايق. بص أنا لما لقيتها كده حسيت إن هي المية زادت شوية. رحت رشة دقيق بس مش كتير، وسبتها برضو لحد ما برضو ملزقة شوية. هوريها لكم بقى هنعمل هنحطها في الطبق ونغطيها. عقبال لما نعمل الصلصة بتاعتها والحشو بتاعنا. الصلصة بتاعتها انا يعني مش هعمل صلصة على النار وكده. يعني انا يا دوبك هجيب صلصة معجون طماطم وهعمل بيها. تمام. بصوا بقى هنا عندنا الحشوة فلفل الوان. الحشو طبعا كل واحد زي ما هو عايز. في ناس بتحبها جبن، بس في ناس بتحبها انواع تانية. كل حد على حسب الحشو اللي بيحبه. احنا عندنا فلفل الوان، وده الزيتون انا مقطعاه، كان عندي زيتون سليم. وده سوسيس، وده هقول لكم لانشون بالبسطرمة ومشروم وفراخ. اوكي. طبعا الفراخ هنشوحها بشوية ملح وفلفل اسود. اوكي. والمشروم كمان انا بحب اشوحه. وكمان بحب اشوح كمان الفلفل الالوان. مش بحب احط الخضار كده زي ما هو. لما بيتشوح بسيط كده خالص على النار بيبقى ليه طعم اجمل كمان من ما بنحطه كده من غير ما نعمل فيه حاجة. بصوا انا شوحت اهو الفراخ، وشوحت المشروم كمان، حطيت عليه برضو سنة ملح وفلفل اسود. وشوحت كمان الفلفل الالوان برضو، حطيت لهم برضو سنة ملح وفلفل اسود. على فكرة لما بتعملوا كده بيبقى طعمهم اجمل بكتير. بصوا بقى العجينة بتاعتنا عملت ازاي. زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا ما شاء الله بقت عاملة ازاي. لازم بقى طبعا اول لما بنيجي نعملها لازم بتروحي مهبطة العجينة. وبعد كده تشيليها تفرديها. طبعا انا هفردها على طول، لان انا هعملها هي واحدة كبيرة جدا. يعني ما شاء الله احنا هنعمل بقى الفور سيزون. احنا هنعمل 3 أطعمة مختلفة في نفس الصاج. هنا عندنا بقى معجون طماطم. بتحطي طبعا على حسب الكمية العجين اللي انت عاملاه. وكمان في شوية زيت من اللي انا بحطهم فوق الوش كده على الصلصة، حطيتهم معاها. اوكي. وكمان هحط بابريكا. صوص باربيكيو، سوري، صوص باربيكيو. وهحط كمان صويا صوص.
كل دول على فكرة بيخلوا طعم الصلصة اجمل. ولو عندي كاتشب كمان ممكن تحطي معلقة كاتشب، دي كمان صويا صوص. بصل باودر بقى وتوم باودر وزعتر لو عندك كمان برضو بيبقى تحفة، بيبقى حلو جدا. انا كان عندي على فكرة بس نسيت احط. وفلفل اسود. نقلبهم بقى كويس جدا ونفرد بقى العجينة بتاعتنا، ندهنها الاول وبعد كده نشوف هنعمل ايه. اهم حاجة بس ايه، نقلبهم كويس جدا علشان التوابل تتقلب معانا كويس. اه بصوا بقى بقت جميلة ازاي، ومش عايزة اقول لكم ريحتها وطعمها بيبقى حلو جدا. بصوا ولا تعبنا ولا عملنا صلصة على البوتاجاز ولا عملنا اي حاجة خالص. هنا بقى انا بفرد العجينة. عايزة اقول لكم الصاج ده الصاج اللي هو بتاع الفرن الكبير، مش صاج صغير. هو باين هنا في التصوير ان هو صغير شوية، لكن هو ده صاج كبير اللي هو بياخد الفرن كله يعني. دخليه ده تقريبا مش عارفة حجمه بالظبط يعني، بس ممكن 60 في 90 حاجة كده، او 50 في 80، اقل سيكة بسيطة كده يعني. انا حطيت اهي الصلصة بقى على العجينة بعد ما فردتها، وبفردها كويس على العجينة. وبعد كده بقى هنحط ايه، الخضار بتاعنا، الفلفل الالوان هنفرده كله على العجينة. وبعد كده هنقسم بقى الصاج ده لأربع أجزاء. كل جزء هحط فيه طعم من الحاجة اللي أنا عاملاها. احنا ممكن نكتفي بالكلام ده كده، بس الخضار بس أو الفلفل الألوان بس، ونحط عليه الجبن وخلاص على كده. على فكرة برضو بتبقى طعمها تحفة جدا وبتبقى حلوة قوي. بس انا قلت بقى ايه، اظبطهم بقى شويه بما اني بقالي كتير ما عملتهاش وعمالين يتحايلوا عليا ان انا اعملها يعني. فقلت لا، اظبطهم بقى واعمل لهم ايه اطعمه مختلفه. اه احط بقى كمان الزيتون برضو بيبقى حلو جدا، بيديها طعم حلو قوي وانت بتاكليها كده. اي نوع زيتون، اي نوع. بصوا انا يعني ما بعطلش. الزيتون اللي عندي بحطه. عندي زيتون اخضر تمام، عندي زيتون اسود مفيش مشكلة. اي نوع زيتون موجود، حتى لو ما عنديش خالص. عندي الزيتون اللي انا ببقى عاملاه الاخضر العادي اللي احنا عاملينه في البيت ده، بقطعه برضو كده، بطلعه واقطعه بالسكينة برضو شرايح صغيرة وايه واحطه. بصوا انا هنا بقى ايه، بحط كل الاطعمة بتاعتي. الفراخ اهو، وده اللانشون بالبسطرمه، وادي السوسيس، وهحط في الجزء الرابع المشروم. زي ما بقول لكم كل واحد طبعا على حسب الحاجه اللي بيحبها. عايزين ده بس لوحده، فراخ بس لوحدها، سوسيس بس لوحده، مشروم بس لوحده، خضار بس لوحده، تمام مفيش اي مشكله. هي بأي صراحة، هي البيتزا عموما يعني أي طعم فيها بيبقى حلو. ممكن عايزين لحمة مفرومة، لو حد عايز لحمة مفرومة برضو ما فيش مشكلة. كل واحد طبعا دي أذواق، وكل واحد على حسب كمان الحاجة ايه اللي بيحبها. انا بوزعهم كده. وبعد كده بقى هنعمل ايه، هحط بقى ايه الجبن بتاعتي. الجبن بقى ايه زي ما انت عايزة. دول كانوا شوية جبن سوري عندي، عملتهم كده على بعض، خلطتهم على بعض. وقلت ايه احطهم الاول قبل الجبنه الموتزاريلا، وبعد كده هحط بقى ايه من فوق الوش الجبنه الموتزاريلا. هندخلها بقى بعد كده الفرن. طبعا هنشغل الفرن من تحت بس مش هنشغله من فوق. آه، بعد لما تستوي احنا هنعمل ايه بقى، اللي هناخده منها هيتاكل، هناخده ايه ناكله تمام مفيش مشكله. الجزء بقى اللي هيتبقى انا بعمل فيه ايه، عشان يعني اقول لكم انا بعمل ليه الكميه الكبيره دي. الجزء اللي بيتبقى انا بقسمه قطع صغيره وبحطه في اكياس. كل جزء بحطه في كيس وبحطه في الفريزر. الصبح بقى الولاد مثلا عايزين للمدرسه، مش عايزين سندوتشات وعايزين بيتزا، بطلعها لهم يا دوبك تفك. او ما تفكش حطيها في الاير فراير، في الفرن العادي. حطيها في اي حاجه عندك تسخنيها، كأني لسه عاملاها، وتحطيها في اللانش بوكس، او رايحين النادي برضو بياخدوها معاهم برضو. بتبقى حلوه جدا وبتوفر عليك الوقت.